يا عم هات اللاب ده كده بس، خلينا نبدا النهارده. يلا الكورة ايه؟ هنبدا بمين ولا مين ولا مين؟ هنتكلم النهارده عن مفاجآت دور ال 32 اللي حصل فيه كمان. فجرت مفاجآت تكتيكيه رهيبه، بس طبعا هنبدا بملحمه العرب المغرب وهولندا. الماتش ده بدا بشكل هولندي مرعب بنسبه استحواذ عدت 68% في الشوط الاول، ونتج عنها هدف مبكر صدم الكل. بس مدرب المغرب في الشوط الثاني درس الشوط الاول كويس، فاكتشف ان دفاع هولندا بيسيب مساحات كبيره ورا ظهري بنسبه ارتداد بطيئه جدا. المغرب قفل العمق ولعب على الاطراف وكمان العرضيات، وده اللي جاب الهدف القاتل في الدقيقه 90 براس عيسى ديو، ودخلنا ضربات جزاء. بونو قفل اللعبه بصدتين جامدين، وهولندا بره البطوله. الماتش الثاني بقى كان صدمه المونديال الكبرى، المانيا وباراجواي. المانيا سددت 19 كره على المرمى، بس مدرب باراجواي نزل بماستر كلاس وقفل كل حته في الملعب وعزل نص الملعب تماما بنسبه نجاح في الالتحامات وصلت ل 85%. والشوط الثاني نجلسمان مدرب المانيا عمل كثافه عدديه رهيبه في العمق، 4 لاعبين عشان يفك التكتل، والفار لغى المانيا الجون القاتل في الدقيقه 103. بس باراجواي فضلت صامده وقدرت تجر المانيا لحد ضربات الجزاء، وهناك المانيا ضيعت 3 ركلات وخرجت تاريخيا بنتيجه 4-3. الماتش الثالث بقى كان قمه التكتيك بين اليابان والبرازيل. الساموراي الياباني فاجئ السامبا بضغط عالي مجنون، سجلوا هدف مبكر ووصلت دقه تمريرهم في نص ملعب البرازيل ل 80%. ده بس في الشوط الاول، انت متخيل؟ وهنا مدرب البرازيل في الشوط الثاني عمل تغيير صريح تكتيكي، شاف ان طول لعيبه اليابان اقصر من فرقتهم، واليابان بتعاني في العرضيات بنسبه فوز هوائي 35%. المدرب غير الخطه فورا وبدا يلعب عرضيات مكثفه، وقال لكازيميرو يتقدم لل 18 كمهاجم تاني عشان يستفيد من طول كازيميرو وقوته البدنيه، وده اثمر فورا بجون التعادل براسيه كازيميرو في الدقيقه 56. في الدقيقه بقى 96 استغل مارتينيلي غفله دفاعيه وسجل جول الفوز القاتل، والكلام ده كان في الدقيقه 96. وبس كده، دي كانت رؤيه تحليل عام 3 ماتشات الاسبوع دوت بالارقام والداتا ومن وجهه السبورت اناليسيس. قولوا لنا في الكومنتات عايزين نحلل ماتشات من الاسبوع الجاي. يلا يلا سلام. شيل يا طويل العمر شيل.